السلام عليكم حبايبي، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. اليوم رجعت معكم بشهيوة غزالة كلشي كيحماق عليها الكبير والصغير. هي عبارة عن عجائن. هاد العجائن هي كريب مالح. غادي نوجد معكم ان شاء الله اليوم بطريقة سهلة، مقادير متوفرة ويعني في متناول الجميع. بسم الله على بركة الله. اول شيء ما تنساوش لايك، اشتراك، تعليق وحفيز كما العادة اذا عجبكم الفيديو. بسم الله. نبداو بالمقادير. اول شيء غادي نحتاجوه هو الدقيق اللي متوفر. يعني ماشي ضروري خاص بالحلويات ولا، المهم اللي متوفر، حيت انا جربت بجوج بهم. جميع الانواع يعني كتجي مزيان، يعني كيجي ناجح. عندي هنايا الدقيق كما كتشوفوا، عندي هنا تقريبا 4 دقائق، يعني 250 غرام. عندي هنا واحد البيضه، غادي نسموه بالفلفل الاسود، الملح طبعا. وهنا عندي الزعتر ولا السحتر ولا اللي بغيتو، المهم شي عشوب اللي منسمه، يعني اعشاب منسمه اللي كتبغيوها نتوما. وهنا عندي الحليب غادي نعمل. هنا عندي تقريبا واحد مهم كاس الحليب 30 سنتيلتر تقريبا. المهم اذا ما كفانيش هاد الحليب هذا، ممكن نضيف الحليب اولا نكمل بالماء، المهم باش نحصل على القوام اللي بغيت انا. نعطيكم مقادير اللي هي يعني سهله، يقدر يوجدوا اي واحد، ما يحتاج لا ميزان لا حتى شي حاجه، غير عينك ميزانك، وكيجي النجاح والروعه. بالنسبه للبيض ممكن نعملوا بيضه واحده، ممكن نزيدوا جوج، ماشي مشكل، يعني كيبقى كيجي بنفس الطيبه، بنفس القوام، وكيجي نجاح. اهم شيء كيجي نجاح. بسم الله. غادي نبداو. نسيت معكم الزيت، غادي نحتاجو اما ملعقه الزيت اما ملعقه زبده دايبه على حسب المتوفر، المهم هو نفس النتيجه. انا كنعطيكم مقادير بلا ما تبقاو تعقدوا، يعني ما تعقدوش الامور، هو غير بهاد المقادير اللي عطيتكم انا كيجي ناجح وكيجي فتي وكيجي لذيذ كيحمق. غادي نضيف الدقيق كما كتشوفوا، ضفت الدقيق. غادي نضيف التوابل اللي عندي والملح. الملح تقريبا عملت معلقه صغيره مع هاد القياس هذا اللي عندي. غادي نضيف كلشي مع بعضو، غادي نخلط غير يعني بالخبط، يعني يدوي، ما غادي نحتاج شي الماكينه ولا شي حاجه. نعطيكم طريقه مبسطه جدا، يعني باش اي واحد يقدر يوجد الكريم في الدار ديالو. بسم الله. واحد البيضه كامله، ممكن نزيدوا بيضه اخرى ماشي مشكل. الحليب اللي عندي كاس الحليب، قلت لكم تقريبا 30 سنتيلتر. اذا جاني قاصح غادي نزيد شويه الحليب ولا الماء، ممكن نضيفوا حتى الماء ماشي مشكل، كيجي غزال بنين شهوه منه. يعني ما تكلفوش على راسكم بداكشي اللي كيجي اكزاكت ديك المقادير، راه داكشي كيجي يعني كما بغيتو غيجي مزيون. انا جربته بالزبده دايبه وجربته بالزيت، عطاني نفس النتيجه، ما كاينش الفرق. حتى في المذاق هو هذاك، لان المذاق كيجي طاغي عليه المذاق الاعشاب، كيجي طاغي عليه المذاق الاعشاب. وانا هنا غادي نعمر هذا الكريب هذا، غادي نعمره بواحد الحشوه مالحه، يعني ديك الحشوه اللي غادي تكون هي اللي غتجي المذاق ديالها يعني طاغي على الوصفه. بسم الله. هنا تقريبا ملعقه كبيره د الزيت، ممكن نعوضوها بالزبده دايبه اللي بغيتو. صافي، غادي نخلط هاد المقادير مزيان. اذا شفت العجينه ديالي جات قاصحه غادي نضيف الحليب اولا الماء. المهم خليكم معايا حتى نخلط هادشي مزيان وغادي نرجع. صافي، هنا ساليت، صافي خلطته مزيان حتى مبقاش شي ديك الكوارث د الدقيق فيه. كما كتشوفوا القوام ديالو هو هذا. صافي، المهم القوام ديالو هو هذا. مباشره كنبداو نطيبوه فيه. صافي كنبداو نعملوه في المقله اللي كتكون خاصه بالكريب ولا بارير، وكنبداو نطيبوه فيه. صافي، وهذا القوام ديالو. دابا غادي ان شاء الله غادي نبدا نطيب فيه، خليكم معايا. كما كتشوفوا بعد ما كتسخن المقله مزيان كنعملوا
المقياس على حسب المقله ديالكم. دابا انا هذه عندي كبيره حيت خاصني يجيو كبارين، غادي نعمل تقريبا مغرفه ونص على حسب المغرفه، ما نقدرش نحدد يعني. مهم وغادي ضروري نحرك مزيان هيدا باش ما يجيوش غلاطين. انا ما خصنيش يجوني غلاطين، خصني يجوني رقيقين باش نتحكم فيهم اللي نبغي نعمرهم بالحشوه. ما كيهمش الشكل اللي حنا انا اصلا غادي نخدم بهم، غادي نعمرهم ونلوبيهم. يعني هادو غادي نحتاجهم، انا غادي يكونوا بحال الديون، بحال ورقه ديال الديون. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو كيبقاو يتنفخوا، هما كريب ولكن تبارك الله كيجيو منفشين، كيجيو منفوشين تبارك الله، بحال ورقه تقريبا د الفلافل. يعني كيجيو مزيانين الصراحه، كيجيو منفشين وخفافين ولذاذين ما كيتقلوش. صافي شوف كيفاش كيجيو تبارك الله، شوفوا ما شاء الله. انا ما نحمرهمش مزيان حيت باقي غادي نزيد ملي غادي نعمرهم عاود غادي نزيد نعملهم اما بانيني اما في الفران اما نعمل لهم الشابلور ونقليهم في الزيت على حسب كل واحد كيفاش كيبغي. انا ديك الساعه نكمل معكم الخطوات. المهم انا كديكم التفاصيل باش تشوفوا. هما ما شاء الله كيجيو غزلان رقاقين، ها رقاقين. صافي وجدوا معايا ها هما تبارك الله كما كتشوفوا كيجيو رقيقين ما شاء الله، باش كنتحكموا فيهم ملي كنجيو نعمروهم بالحشوه. رقيقين كتشوفوا تبارك الله. المهم كيجيو ناجحين بهاد المقادير، كيجيو ناجحين بزاف فتيين. شوفوا تبارك الله فتيين يعني اذا بغيتو، وفي نفس الوقت رطبين. يعني اذا بغيتو يعني كتحكموا فيهم يعني تعمروهم بالحشوه، تعملوهم على اي شكل بغيتو مثلا تعملوهم على شكل مثلثات، غادي نقسمو في النص هكذا وغيبقى لنا هاد النص هذا غادي نعملو على شكل مثلث، غادي نعمرو الحشوه على شكل مثلث. اذا بغيناهم تاكوس نقدروا نعملوهم على شكل تاكوس، كنطويوهم كيجيو الصراحه فنين. سبق لي جربتهم تاكوس كيجيو كيحمقوا. سينو ملي تعملوهم في بانيني ها هانتوما شفتوا كيفاش كيتطواو وكتحكموا فيهم كما بغيتو. مهم تاكوس يعني ملي تجي تعملوهم في بانيني، اذا ما بغيتوش تعملوا لهم الشابلور ولا شي حاجه غادي تدهنوهم بالزبده، تدعمروهم طبعا وتدهنوهم بالزبده وتعملوهم بانيني. كيجيو كيحمقوا، كيجيو تاكوس بالكريب مالح، كيجي شي حاجه روعه، شي حاجه جديده جربوها يعني ما عاد ندموش عليها، كيجيو فنين. مهم انا جربت معكم اليوم الكريب مالح باعشاب منسمه بفلفل اسود، كيجي كيحمق. كنتمنى تجربوا الوصفه ما غاد ندموش عليها. كما قلت لكم شي حاجه عطيتها لكم من القلب، وصفه خاصه بي يعني مقادير خاصه بي انا، حصري على اليوتيوب. غادي تشوفوا وصفات اخرى فيها مقادير مضبوطه واحد الحريق دراس. مهم اعملوا غير هاد المقادير هادي، فعوت الزيت فعوت الزبده، عملوا الزيت ما كانش الزيت. مهم الحليب ماشي ضروري مثلا الحليب قياس كبير، ممكن تعملوا شويه الحليب شويه الماء كيجيو فنين تبارك الله. بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله، والفيديو اللي غادي نعمل فيه الحشوه ديال الكريب.